على آخر الزمن لعيبة الأهلي مش عايزة تروح تحيي الجمهور بتاعها. يا نهار اسود على اللي بيحصل. خلاص فكرتوا نفسكم نجوم؟ خلاص بقيتوا مصدقين نفسكم؟ ده الجمهور ده هو اللي عامل لكم قيمة، الجمهور ده اللي خلاكم مشهورين وخلاكم لاعيبة كورة. انتوا أجعص واحد فيكم أساسا ما ينفعش يقعد احتياطي في الجيل بتاع أبو تريكة. والله احنا بنشجعكم بس عشان مفيش غيركم، احنا بنشجعكم علشان انتوا احسن الوحشين، لكن انتوا هتعيشوا على الجمهور؟ انتوا هتتقمصوا من الجمهور؟ هتعملوا لنفسكم لازمه؟ ده الجمهور ده هو اللي عملكم، هو اللي خلاكم مشهورين، هو اللي خلاك راكب عربيه وقاعد لي في التجمع وقاعد لي في الرحاب. الجمهور ده اللي بيجي من اخر الدنيا، اللي بيصرف من جيبه، اللي هو ظروفه ربنا اعلم بيها، بس بيجي وراك في كل حته في البرد ويصرف من جيبه، ما بياخدش حاجه. الجمهور في الاخر مقموصين. ما تتقمصوا ولا تولعوا. الجمهور هو رقم واحد في منظومه النادي الاهلي، والجمهور ليه حق انه يزعل. ما انت اما تبقى خايب الجمهور لازم يزعل منك. بقالك كل فتره المشاركات دي في كاس عالم انديه مش عارف توصل مره واحده لنهائي كاس عالم انديه، ورايح تلعب لي باتشوكا المركز ال16 في الدوري المكسيكي، وقلنا فرصه تكسبوا باتشوكا وما لعبتوش قبليها اي ماتش ومريحين، ونلعب ريال مدريد نهائي تاريخي، ونروح نشوف المسخره اللي انتوا عملتوها وكمان زعلانين. وانت يا كهربا الانفراد انت والجون، لو جبت ابن الصغير يحط الكوره والاهلي يلعب النهائي مش عارف عملت لي ايه واتحنجلت وزعلان في الاخر. يا نهار اسود. ضربات الجزاء حتى ابتسمت لكم، قالت يلا باتشوكا ضيع اول ضربتين، يلا حطوا واكسبوا، وبرضه اتعملوا اللي اتعملوا كهربا وعمر كمال، وفي الاخر مقموصين. ما تولعوا بجاز. الجمهور ده رقم واحد، لازم تروحوا وتتأسفوا، تتحملوا الانتقادات، تتحملوا الشتايم. هم اللي بيرفعوكوا 7 سما لما بتكسبوا، هم لما بتاخدوا بطولة اللي بيبقوا في ظهركم، لما حد بيهاجمكم من الاعلام او من الجماهير التانية هم اللي بيكونوا واقفين في ظهركم. ايه هننسى ده كله؟ عيش على اي حد يا حبيبي، بس الجمهور لا، الجمهور هيفضل هو رقم واحد في منظومة النادي الاهلي. فوقه، ما تخليش الواحد يفقد اعصابه اكتر من كده.